مساء الخير عليكم، ان شاء الله كامل تكونوا بخير مهنيين في حياتكم. جيتكم بوصفه تقليديه 100% جزائريه، يعني نقدموها في الافراح ولا حتى كيكون كاين مزيود جديد، ولا تانيك نقدموها بمناسبه المولد النبوي الشريف. جبت لكم وصفه يعني سهله وسريعه، وان شاء الله تنال اعجابكم بطريقه تاع الزمان. هنا عندنا سميد متوسط، لازم كما كنتم تشوفوا فيه نوعيه جيده، يكون متوسط كما راكم تشوفوا. نروح نحمصوه، يعني نكون غربناه وهويناه شويه ونحمصوه يعني بهذه الطريقه بلا ما تفوروه ما والو، حيجيكم معلك وبنين. هنا عندنا زبده، عندنا تقريبا 120 غرام تاع زبده، 150 غرام تاع عسل اللي يكون نوعيه جيده بدون اضافات، القرفه واللافاني باش تنحينا هذيك الريحه تاع السميد شويه، يعني هذا اختياري لمسه من عندي اللافاني. كاين اللي يزيدوا له مغرف لحظه، كاين يزيدوا له الحلوى الترك، كل واحد ويزيد له. انا خليتها بالطريقه تاع زمان. حمصنا في قدره ثقيله السميد تاعنا، شوفوا كش راهو حبه بحبه، ما يكونش محروق، يعني كما راكم تشوفوا لا كولور تاعو بيان دوغي. انا هكذا نحبو، ما نحبوش بيض، يعني بيض يبان لي ماهوش طايب. الوغ كيما راكم تشوفوا في الفيديو. هنا نبداو على بركه الله. نبداو هنا الكسرونه تاعي تكون ثقيله شويه، نديرو 150 غرام تاع عسل اللي هي 150 غرام تاع عسل، يكون نوعيه جيده تانيك باش يعطينا الذوق يعني الطمينات ديالنا. فوالا هنا نهبطوا كامل واش عندنا 150 غرام تاع عسل، نروح نسخنوها مليح حتى تبدا تغلي. كي ترفد الغليه باش نعاودو نزيدو لها 120 غرام تاع زبده. يعني تحبوا تستعملوا بالميزان، تحبوا تستعملوا بالكيله، ديروا باغ اكزومبل ديروا كيله عسل نصها ايدام زبده، يعني من الاحسن تستعملوا بالكيله، تجي ثانيك احسن من الميزان. يعني تاع زمان انا من زمان نديرها بالكيله. كيله تاع عسل مع نص كيله كي تسخن فوق النار، زيد لها نص كيله تاع زبده، وتكون بنينه باسكو هي اللي تعطينا الذوق يعني الطمينه ديالنا. نحركو مليح حتى تندمج كان مكونات كما شفتوني. درت رشه ملح، رشه فاني والقرفه، شويه تاع قرفه. القرفه حتبننها بزاف، يعني فرق. هنا في المرحله اللي تكونوا تخلطوا في العسل والزبده، تحبوا تزيدوا اختياري، تزيدوا 50 غرام ولا 100 غرام تاع يعني كيما حبيتوا نتوما حلوه الترك، تخلطوهم مليح قبل ما تزيدوا الدقيق تاعكم. فوالا انا ما زدت لها حتى اضافات، يعني خليتها بتاع زمان. بنت القرفه، درت شويه لافاني، قرصه ملح برك باش ما يكاسينا ديك الحلاوه. فوالا هنايا سميد ديروا عينكم ميزانكم، لكن بالكيله انا ندير تقريبا واحد كيله ونص تاع سميد، ولا حتى لزوج كيلات، يعني دي فوا السميد يشرب دي فوا لا نتوما حتى توصلوا للقوام هذا. وشنو هنا السر هنا باش من الزبده هذيك ما تجيكش طالعه وحدها وتسيبار العسل مع الزبده. نخلطوا كل المكونات مليح في الاول. يعني شوفوا الكميه شحال قعدت لي، درت هنا تقريبا واحد 600 غرام تاع سميد، هذاك واش قعد. فوالا كلش وقع يبان قدامكم. يعني كي تخلطوا مليح العسل مع الزبده من الاول، هذيك هي اللي حتجيكم كالنوقه، يعني تجيكم معلكه اذا يعني شوفوا القوام تاعو كيفاش راهو باين. يعني هنا كنت درتو بالميزان. دوكا كي نكمل حنزيد نعاود لكم بالكيله. يعني كي نوصل المرحله هذه حنزيد نشرح لكم. هنا يعني فرغنا القدره تاعنا، شتو ما لصق ما والو. كاين بزاف اللي يعاودوا يطيبوه فوق النار، انا نقول لكم يعاود ييبس شغل داك العسل مع الزبده حزت ييبس. هي في الاول ترفد الغليه داك العسل، ديروا نحوهم فوق النار، هذيك الزبده ذوبوها في العسل باش يعني هكذاك ما تجيكمش يابسه ولا. فوالا كي تنحهم فوق النار تبقاو تذوبوا فيها هكذاك ديك الزبده، تبقاو تحركوا كيما قلت لكم مليح يعني حتى تندمج مليح ويتخلط الزبده مع العسل مع قرصه لافاني. يعني نعاود لكم يعني هكا باش يكون واضح. قرصه لافاني، قرصه ملح وشويه تاع قرفه باش تعطينا البنه تاع زمان. كيما شفتوني ما زدت مكسرات مرحيين، ما زدت حلوه ترك، ما زدت جلجلان. كيما تقدروا ديروا جلجلان تاني محمص، يعني نتوما يبقى شوا ليكم. انا حبيت تبقى بنه تاع زمان. كيما هنايا هكذا وجدنا الطمينه تاعنا. انا التزيين درنا طبسي صغير فيه شويه زيت وشويه قرفه، ورانا نمدوا لهم الاشكال اللي حبيتوهم نتوما. يعني بكري كان ما كان لا طابع لا والو، يديروه بالفنجال ويجي شباب وما شاء الله. يعني هنا ديروا الطابع اللي حبيتو. كيما كنت تشوفوني نزين، يعني نقطص شويه الطابع تاعي في شويه زيت، بعد نقطصها في القرفه
باش هكذاك تعطيني شكل شباب. يعني ان شاء الله برك الوصفه تكون نالت اعجابكم. و بالنسبه للمقادير تاع الكاس، يعني الكيله حنعاود لكم، الكيله فيها كيله تاع عسل، نص كيله تاع زبده، مع كيف كيف القرفه، شويه ملح شويه لافاني. كي تحركوهم نفس الطريقه كلش، وتزيدوا ذاك الكيله تاع السميد تديلكم تقريبا من كيله ونص حتى 2 كيلات تاع السميد محمص. يعني بالك دي فوا ما توصلش ل2 كيلات، باسكو دي فوا ما نحبوهاش يابسه بزاف، باسكو هي دوكا كي تريح وتشرب حتزيد تشد روحها. التزيين اختياري، راكم تشوفوا تزيين بسيط وسامبل كيما تاع زمان، يعني ماشي حاجه كومبليكي. وديما احنا نقولوا يعني بنت القرفة لازم تكون حاضرة. هذه هي، إن شاء الله تنال إعجابكم الوصفة، وشكرا على المتابعة. يعني خلونا آراءكم وتعليقاتكم باش هكا نزيدوكم أكثر وأكثر من الوصفات إن شاء الله. يعني هاكم تشوفوا التقديم تاعها يكون مع لاتاي ولا يعني ما جات حلوة بزاف، ما يعني سورتو تاع الكيلة جربوها وإن شاء الله توفقوا فيها. هنا عاود درت عبر واحد الاخر بالكيله غير باش تشوفوا. هنا درت تقريبا واحد نص كاس تاع عسل، يعني في المكونات هذو درت نص كاس تاع عسل. زدت عمرت الزبده، ما فيضتش، يعني شويه نص تاع، يعني هذاك نص تاع العسل لا موتي تاعو درت زبده، يعني الكاس ما عمرتوش، ذوبته مليح. وزدت دار لي سميد محمص، دار لي واحد الكاس ونص تاع سميد محمص. دارت لي الكميه هذه باش تعرفوا اللي يحب الكميات الصغيره هكذا، باش يعني يكون كلش واضح. كاين دي فوا ناس يحبوا يديروا غير كميات صغيره، قيس عائله صغيره هكذا. يعني جبت لكم كميه شويه كبيره وكميه صغيره باش هكا تجربوا الوصفه وتنجحوا فيها ان شاء الله. ما بقى لي غير نقول لكم مولودكم بالصحه وبالصحه والهنا، وربي يدوم الفرح ان شاء الله، وربي يهنيكم. واذا عجبكم هذا النوع من الفيديوهات اتركوا تعليق، ان شاء الله نزيدكم وصفات اكثر واكثر، وخاصه تقليديه وبسيطه. مع السلامه.